كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد راح اعمل فيها شوربة الفطر. طبعا هاي من انواع الشوربات المحبوبة عند الناس، حبيت اصور لكم اياها وان شاء الله تستفادوا من طريقتي. اول شي تابعوا الفيديو للنهاية ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شي جديد مني. وهلأ خلونا نبلش فيها. عندي هون تقريبا 300 جرام من الفطر. بعد ما غسلتهم كتير منيح ونظفتهم حطيت تقريبا 4 كاسات من المي على النار، ضفت فوقهم 3 معالق من عصير الليمون و3 معالق من خل التفاح، وبس تغلي عندي المي رح بلش نزل الفطر بقلبها. راح اتركهم يغلوا تقريبا شي ربع ساعة حتى اعرف انه الفطر صار عندي جاهز مثل ما لكم شايفين معي. بنحركهم كل شوي حتى يصيروا كلياتهم ينسلقوا مع بعض. وهلا هيك تقريبا صاروا عندي جاهزين. راح فضيهم. بعد ما فضيتهم راح اقطعهم قطع صغيرة كيف ما بتحبوا انتو تقطعوها، قطع كبيرة وسط صغيرة مثل ما بدكن. انا قطعتها قطع صغيرة مكعبات صغار مثل ما راح تشوفوا معي هلأ. نقطعهم هيك حتى يخلصوا معنا كل الكمية. وبعد ما قطعتهم كلياتهم هلا رح نقليهم كمان. بيلزمني اول شي ملقعة كبيرة من الزبدة، منحركها حتى تذوب عنا. هلا رح اضيف فوقهم الفطر المقطع الجاهز. راح اقليهم كتير منيح. هلا اذا انتو كمان بتحبوا نكهة البصل معها فيكن تقلوا معها بصل حبة وسط، تفرموها ناعم كمان وتقلوها، وبعدين تضيف فوقهم الفطر وتقلوهم مع بعض كتير منيح. البصل كمان تعطيها نكهة غير شكل. طبعا هذا الشي بيرجع لكم كمان. انا اليوم حبيت ساويها سادة بدون اي شي تاني اضافات. وعندي هون ملعقة كبيرة كمان من الزبدة، ملعقة او ملعقة ونص ما في مشكلة كمان زبدة. راح اضيف فوقهم ملعقتين كبار من الطحين. هلا نحنا راح نعمل الصوص تبع الشوربة مثل ما راح تشوفوا معي. ضفت هون ملعقتين كبار من الطحين. هلا راح احركهم كتير منيح حتى احس ريحة الطحين صارت عم تنقلى عندي هون، تطلع ريحة الطحين عندي. بس شميت ريحتها وقتها بتأكد انه صار عندي جاهز. ووقتها رح بلش ضيف فوقهم المي والحليب. منضل نحركها مثل ما قلت حتى نشم ريحة الطحين. وهيك انا بتأكد انه صار عندي جاهز. راح اضيف فوقها هلأ كاسة كبيرة من الحليب الفاتر. طبعا لازم يكون حليب عندي كمان سخن او فاتر. راح احركهم كتير منيح
بعد ما حركتهم كتير منيح وامتزجوا كتير منيح مع بعض، راح اضيف هون هلأ كاسة كبيرة كمان مي، وراح اضيف هون كمان كاسة تانية، تقريبا ضفت 3 كاسات كبيرة من المي وكاسة كبيرة حليب. فيكن تعملوا نص بالنص كمان، ما في مشكلة. راح حركها كتير منيح، وراح ضل حرك فيها حتى يغلي عندي هون الخليط. مثل ما لكم شايفين بلش يغلي عندي، وهلأ راح بلش ضيف هون الفطر. راح حركهم كتير منيح، تقريبا راح يغلي عندي هون 10 دقايق حتى يصير عندي القوام متماسك مع بعضه. طبعا ما ننسى نضيف كمان ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملح. بتضيفوا الملح حسب رغبتكم طبعا. نحركهم كتير منيح، ومنضل نحرك فيها حتى نحصل على قوام الشوربة اللي بدنا اياها. وهلا هيك بتأكد انه الشوربة صارت عندي جاهزة. شايفين القوام ما احلى. لازم نوصل نحن لهاي المرحلة. وهيك الشوربة صارت عندي جاهزة. هلا راح فضيها بطبق التقديم. شايفين قوام الشوربة كيف طالع معي؟ لسه الطعم غير شكل صدقوني. واخر شي رح زين الطبق مثل ما رح تشوفوا معي. بتمنى انه يكون عجبكم، واذا عندكم اي استفسار اكتبوا لي بالتعليقات وانا اكيد رح جاوبكم، وانطروني بفيديو جديد.